السلام عليكم. أهلا بيكم في عالم التطبيقات. لو أنت مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات، تقدر دلوقتي تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك مننا كل يوم جديد ومفيد في عالم التطبيقات، ونقدر نشرح لك كل التطبيقات اللي تهمك في حياتك، سواء كانت تطبيقات محلية أو تطبيقات عالمية، زي تطبيقات العقارات، تطبيقات السيارات، التطبيقات اللي بتسرق بياناتك وبتستنزف حساباتك، وكمان تطبيقات التعارف. النهاردة هنتعرف على تطبيق اد بلوكر. التطبيق ده مساحته حوالي 8.5 ميجا بايت بس، وحجم عمليات التنزيل ليه أكتر من 500 ألف عملية تنزيل. تقدر عن طريق تجربة متصفح ذكية ومريحة إن أنت تحظر الإعلانات لأجهزة الأندرويد. تقييم التطبيق ده حوالي 3.8، وده بيدل على رضا العملاء عن التطبيق. تطبيق اد بلوكر هو مصمم علشان يخلي صفحة الويب بتاعتك أكثر أمان وراحة وسرعة، وهو بيعمل مع جميع تطبيقات المتصفح، وبيقوم بحظر البرامج الضارة وأجهزة التتبع، وده بيساعد جدا في تقليل استخدام البيانات. مميزات فريدة جدا هتلاقيها على التطبيق لما تحمله، ان انت تقدر تبدل بسهولة بين تشغيل وإيقاف حظر الإعلانات من منطقة الإشعارات أو اللوحة السريعة أو الأداة، وبيعمل على إيقاف تشغيل حظر الإعلانات تلقائيا أثناء وضع السكون، وده بيضمن عدم إعاقة تنزيل بيانات التطبيقات الأخرى وعملياتها. في ميزة لمنع الإعلانات في تطبيقات محددة، بيكشف تلقائيا تشغيل وإنهاء التطبيق، وبيقوم بتشغيل فورا إيقاف الحظر، وبيعرض العدد في الوقت الفعلي للإعلانات وأدوات التتبع المحظورة. التطبيق ده مهم جدا، هيخليك تتصفح صفحات الويب عن طريق منع الإعلانات فيها، وهيبسط لك تخطيطات مواقع الويب والتطبيقات اللي هتحصل عليها بتجربة أكتر سهولة. أتمنى أكون وصلت التطبيق ده بشكل سهل وبسيط، وياريت بعد تحميل التطبيق كل واحد يقول رأيه في التعليقات، سواء كانت تعليقات إيجابية أو تعليقات سلبية، علشان كلنا نستفيد من التطبيق. ولو انت شفت الفيديو ده بعد فترة ولقيت فيه أي تعديل أو تجديد حصل على التطبيق، ياريت تبلغنا فيه في التعليقات علشان نعمل لك فيديو بالتعديل الجديد اللي حدث للتطبيق. دلوقتي اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل يوم جديد ومفيد في عالم التطبيقات. ولو في اي تطبيق محتاج ان احنا نتكلم عنه في القناة، ياريت تكتب لنا اسمه في التعليقات، واحنا في اقرب وقت هنعمل لك فيديو بشرح التطبيق الجديد بطريقة اسهل واسرع. واي استفسار تواصل معانا كمان على صفحتنا، صفحة مراجع برامج على الفيسبوك.